حياكم الله مشاهدينا الكرام عشاق الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشارع الرياضي. اليوم معنا موضوع دسم وحساس، وهو الحدث الأكبر الرياضي على مستوى العالم والذي ينتظره عشاق الرياضة في كل مكان. موضوع حلقتنا لهذا اليوم مونديال قطر 2022. بننزل الشارع وبنسمع آراء الرياضيين حول هذا الموضوع. خليكم معنا ولا تروحوش بعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ قابيل علي. حياك الله يا كابتن قابيل. قابيل شكلك رياضي إن شاء الله. ايش رايك بمونديال كاس العالم قطر 2022؟ مونديال جميل، يعتقد انه سيكون افضل مونديال على الاطلاق. طيب اعطينا منتخبك المفضل في كاس العالم. الطواحين الهولندية. تحبهم لهذه الدرجة؟ منتخب عشق، الجميع يعتقد انه المفروض انك تكون برازيلي وارجنتيني عشان تاخذ ضجه، لكن اعتقد انه منتخب هولندا منتخب المونديال يسمى. صحيح انه ما كسبش مونديال، لكن كان في كل مونديال يشارك فيه يعمل ضجه عظيمه. طبعا هو بالنسبه لي المنتخب اللي مش محظوظ، انا بالنسبه لي فعلا. كم مرات وصل نهائيات وبس ما حقق. وصل 3 نهائيات، لكنه لم يحالفه الحظ باخذ اي نهائي، اخرهم 2010 خسر في اخر دقيقتين من المباراه بالاشواط الاضافيه. طب ايش تتوقع المنتخب اللي تشوفه اكثر جاهزيه في المونديال؟ هناك منتخبات كثيرة، أولها الأرجنتين بقيادة ميسي، كذلك كريستيانو يمتلك تشكيلة عظيمة في المنتخب في منتخب بلاده. بلجيكا أيضا منتخب كبير، لكن يبقى المونديال له أحداث وله مش ضروري تكون منتخب جاهز لكي تحصل على المونديال، هناك تفاصيل صغيرة هي اللي تحسم المونديال. طب حلو جدا، ما دام انك ذكرت ميسي وكريستيانو اسالك عن سؤال مهم. في حال وصول النفرين ميسي وكريستيانو الى نهائي كاس العالم، تتمنى من يحقق منهم كاس العالم؟ والله بشجع. هذول سؤال محرج هذا. مش مشكلة، أنا بشجع اللاعبين، لأنه الكرة السؤال هو مش بتشجع من الكرة بتنصف من بالنهاية هنا، لأنه الكرة طبعا تحب ميسي وتحب كريستيانو على الأداء العظيم اللي قدمونه. أحدهم توج باليورو والآخر توج بكوبا أمريكا. الكرة فقط هي من ستنصف أحدهم، ما بميلش لأحد أصلا. الاثنين أسطورتين، صعب إن أميل لأحد. الاثنين أسطورتين بالنسبة لك. طيب بالنسبة للمنتخبات العربية، ايش المنتخب العربي اللي تحسوه اكثر جاهزية وانه ممكن يوصل لمدى بعيد في المونديال؟ بدون اي استثناء منتخب المغرب اكثر منتخب جاهز في هذه البطولة. منتخب يمتلك سكواد عالمي، لاعبين مشاركين في دوريات اوروبية، مدرب محلي محترم مؤخرا استقطبوه. منتخب يلعب كرة جميلة، كرة حديثة متطورة. هناك ايضا منتخب تونس، لكن هنا يعني منتخب تونس ستتملكنا معه العاطفة فقط. منتخب قطر بحكم انه مستضيف البطولة، السعودية كذلك لان لديها مشاركة سابقة، لكن زي ما قلت لك بالبداية منتخب المغرب هو اكثر منتخب يعني تحس انه بيعمل مونديال عظيم جدا. طب من تتوقع الحصان الاسود في المونديال؟ اكثر الناس رايتهم يقولون انه منتخب السنغال سيكون منتخب الاكثر او الحصان الاسود في البطولة. اعتقد ان السنغال وقد تكون منتخب بلجيكا. ايش اللي خلاك تقول بلجيكا؟ يمتلك سكواد عظيم، لم يحالفه الحظ، لكن هذه المرة اعتقد انه سيحالفه الحظ، سيذهب الى ادوار متقدمة جدا. شكرا جزيلا لك يا قابيل، وسعيد بتواجدك معنا في برنامج شارع. العفو حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. عبد الرحمن، ايش رايك بمونديال قطر 2022؟ والله نسخة جميلة، لأن تكون نسخة عربية. خلاص يعني الدوري اللي قام عليه أول مرة هذه تكون نسخة عربية. أكيد، بس قطر يعني قادرة على أن تكون تخليها أفضل نسخة، لأن أنه قطر تحصل على أفضل تنظيم خلال المونديالات كامل السابقة. أعتقد بالإمكانيات اللي لحد الآن يعني أعتقد أنه قادرة. طب من منتخبك المفضل يا عبد الرحمن؟ طبعا التانجو الأرجنتين. شكلك كتالوني. لا مش قصة كتالوني المساكين. لا بس انه يعني بالذات هذه السنة احس الأرجنتين أقوى من كل المواسم. منظم وقوي ومعهم البرغوث. المنتخب المرشح الوحيد لكأس العالم أنا أظن، بالإضافة إلى السيلساو والبرازيل. في 3 شوف، يعني معك الأرجنتين والبرازيل وفرنسا، يمكن يعني فرنسا برضو قوي جدا. طب جميل جدا عبد الرحمن، في حال وصول ميسي وكريستيانو إلى نهائي كأس العالم، من تتمناها لمن المونديال؟ لا اكيد طبعا الارجنتين. ليش الارجنتين؟ انا اتمنى الميسي باقي له هذا الكاس، لانه ختم كل شيء. برضه رونالدو قدم مسيرة عظيمه يعني. لا لاعب كبير رونالدو، بس مقارنه بميسي يعني ميسي افضل. متعصب يا عبد الرحمن. لا مش متعصب، اعترف، بس يعني الاداء ميسي غير. من تشعر المنتخب الاكثر جاهزيه واستعدادا لكاس العالم خلاف الارجنتين؟ والله اعتقد البرازيل. اعتقد البرازيل انه عنده امكانيات وعنده بدلاء كثير وفريق جاهز. البرازيل انا اظن. طب بالنسبه للمنتخب اللي بيكون على الحصان الاسود في المونديال، تتوقع من يكون؟
طبعا يا شباب عبد الرحمن عازمنا على حبه باقيه ما شاء الله، اظنها جميله جدا تشتهيها ما شاء الله. حيا لك. والله الحصان الاسود يعني كيف اقول لك من الفرق الاضعف. لا ايوه الفرق اضعف. يكون فاقع بالمونديال، بيقدم مستوى عظيم يعني. مش عارف والله، يمكن صربيا لانه عنده لاعبين يعني اسماء، او بولندا. فريق ليفاندوسكي، منتخب ليفاندوسكي جميل جدا. طبعا مش انه كتالوني بس لانه فريق منظم، منتخب منظم يعني. طب بالنسبه للمنتخبات العربيه اكثر منتخب تحسوا انه اكثر جاهزيه وبيوصل لمدى بعيد في المونديال؟ المغرب. نعم. عنده شرف حكيمي، عنده لاعبين يعني ممتازين. المغرب واكثر لاعبيه يعني محترفين كلهم. نعم. لا مواهب والله، بالذات هذا الموسم السنه هذه ظهروا المغرب مواهب كثيره يعني ولعاب. طب من تتوقع انه يحصل على افضل لاعب في المونديال؟ شوف اثنين بالمونديال يعني لاعبين اساطير مثل رونالدو وميسي. طبعا اي واحد منهم شل كاس العالم، هذا شيء غير استثناء يعني خلاص معروف. انما يعني تقدر تقول معك مبابي، ديمبلي انا مش معاك هنا. ليش؟ ديمبلي لا، ديمبلي صنف بس لاعب كبير يعني، اذا صنف كاس العالم يكون نجم. ممكن نيمار لعيب، بس نيمار فينيسيوس بيخطف على الاضواء. بيخطف على الاضواء على نيمار يعني. ايوه البرازيل شكل ديمبلي والله تعرفوا اللاعب الكسول، مباراه يلعب وديمبلي وعشان مباراه يموت. بس يا اخي موهبه، بس موهبه نحن ما نختلفش انه موهبه، بس يعني اكثر المباريات يكون ميت فيها يعني مش حاضر ده بالمباراه. ان شاء الله كاس العالم يحضر لانه مسلم. شوفوا انا احب انه مسلم ولاعب كبير ومزوج واحده عربيه. هذا اهم شيء. حبيبي عبد الرحمن شكرا جزيلا. يا السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم كريم؟ كرم محمد. حياك الله كرم ايش رايك في مونديال قطر؟ ان شاء الله بتكون نسخه حلوه وقويه لان قطر مجهزه لفتره طويله، وان شاء الله تكون بطوله ممتازه. طب هل تتوقع انه قطر تحصل كافضل بلد منظمه لبطوله كاس العالم؟ ممكن ايوه. لا كيف الاستعداد؟ ممتاز والله ممتاز، وان شاء الله تعدي البطوله على خير ان شاء الله باذن الله. كرم ايش منتخبك المفضل في كاس العالم؟ انجلترا ورغم انه منتخب يعني عنده كان اسماء ويحصل على بس ما حقق كاس العالم الا يمكن مره واحده بس. النجوم موجوده بالمنتخب، واخر بطوله وصلنا باليورو، وصلنا النهائي، وكاس العالم وصلنا نصف النهائي. المفروض الان نخطو الخطوه اللي بعد، بس ساوثجيت ما اعتقد انه يمثل الخطوه الجديده للمنتخب. طب انا بسالك سؤال، في حال وصول كريستيانو وميسي الى كاس العالم تتوقع مين الى نهائي كاس العالم؟ تتوقع مين يربح بينهم؟ وتتمنى مين يربح يعني بينهم؟ كريستيانو هل ينهي مسيرته باعتزال ولا ميسي؟ تحرقنا بالسؤال. لا عادي تكلم، خذ راحتك يعني ماشي اي حاجه. ان شاء الله ميسي. ليش ميسي؟ كذا. لا في حاجه. لا والله لا شعوريا. رغم ان الاثنين قدموا يعني مسيره عظيمه وما حد يقدر ينكرها. الاثنين اساطير، بس انا اتمنى نوعا ما لميسي. طب برايك ايش هو المنتخب العربي اللي تشعر انه اكثر جاهزيه في المونديال؟ طبعا منتخب المغرب اغلبهم محترفين باوروبا وكلهم نشطاء بالدوريات الاوروبيه ويمثلوا فرق قويه، اكيد بيقدموا بطوله قويه. تتوقع انه يوصل لمستوى يعني طيب متقدم دور ثمانيه الى نصف النهائي؟ ممكن يتاهل على المجموعه حقه موجوده كرواتيا وبلجيكا، ممكن يتاهل ممكن. لا مش شيء، ما فيش مستحيل. قدم مثلا النسخه اللي قبل 2018 قدموا مستوى عظيم، بس كان الحظ ما وفقهمش رغم انهم كانوا مع اسبانيا والبرتغال في نفس المجموعه. طب في حال انه منتخبك انجلترا المفضل اللي كما قلت لي ما وصلش نهائي كاس العالم، من تتمنى منتخب اخر انه يحصل على كاس العالم؟ ما اتمناش احد. شوف انا اتمنى انجلترا بس. طيب شكرا جزيلا لك يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك كريم؟ وهيب محمد شرف. حياك الله وهيب شكلك رياضي من نوع فريد يعني. رياضي لما الدرم. طيب ايش رايكم مونديال قطر 2022؟ قطر صراحة بيطلع ان شاء الله مونديال عالمي. تتوقع انه يكون افضل نسخة؟ اتوقع بهذيك المليارات اللي صرفوني طب من منتخبك المفضل في كاس العالم؟ برازيل سامبا. برازيل لا بديل. طب في حال ما تأهلش البرازيل تتمنى منتخب ثاني يحصل على كاس العالم؟ من هو المنتخب؟ فرنسا طبعا عشان كريم بنزيما بس. افضل لاعب بالعالم قدوه حاليا هو. اتمنى له يشيل كاس العالم. اتمنى له يشيل كاس العالم بنزيما ان شاء الله باذن الله. ليش لا؟ عربي ومسلم كل حال نتمنى له كل خير. نعم. طب برايك ما هو المنتخب العربي الاكثر جاهزيه في المونديال؟ اتوقع المغرب. قلنا عنده لاعبين محترفين وكذا. كثير لاعبين. اتوقع انه يوصل لمدى بعيد يعني. ايوه. طيب جميل جدا صراحة. المنتخب اللي برايك اللي بيكون حصان اسود في المونديال؟ صربيا. ايش اللي خلاك تقول صربيا؟ لانه من عقب المجموعه حقه الاول
على ما أظن ضرب البرتغال. أتوقع أنه بيوصل، هو الحصان الأسود. طب جميل جدا. في سؤال مهم، في حال وصول ميسي وكريستيانو الى نهائي كاس العالم تتمنى من يحقق منهم كاس العالم؟ البرتغال. كريستيانو CR7 هو لو قد طلع النهائي. برضه ميسي قدم مسيره عظيمه في تاريخ كره القدم. بس خسر نهائيا. احنا نتمناهم الاثنين وان شاء الله بس ما يوصلوش يا اخي. لا اتمنى كريستيانو كمان اذا وصل النهائي. نعم. ايش اللي خلاك تقول انه كريستيانو؟ شكلك مدريدي كان. مدريدي للنقاع. ها؟ تتمنى نفسه رونالدو كاس العالم. نعم. وين هي مسيرته يعني كاس العالم هذه يعني انها مسيرته كافضل نهائي يعني. طبعا الحين انا قاعد اول اتكلم معك وقف عشان تروح تحب سمبوسه ولا باقي. مش حباء، الصحن كله حلال. حبيبي يا وهيب، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال ابي؟ حياك. حياك الله. ابي انت رياضي ولا لا؟ يعني نوعا ما. اولا ما عرفتناش على اسمك طبعا. رايد عبد الرحمن علي. حياك الله استاذ رايد. استاذ رايد، ايش رايك في مونديال قطر 2022؟ كيف تتوقع يكون؟ ان شاء الله يكون بخير. اعتقد بيقدموا يعني كاس عالم بشكل جديد، بحكم انه اول مونديال في نسخه عربيه يكون. دولة عربية. نعم. اتوقع انه قطر تعمل حاجه. ما اعتقدش. انا ما اكلمكش على لاعبين على منتخب قطر، انما اكلمك على بلاد مستضيفه من حيث التكنولوجيا من حيث التكنولوجيا هم ما شاء الله يعني عندهم امكانيات وقد عملوا حسابهم. يا سلام عليك. طب من منتخبك المفضل في كاس العالم؟ البرازيل. سامبا. البرازيل قدوه ما مش غالي. احنا نعرفهم السامبا كمان. السامبا ولا البرازيل قدوه واحد؟ تتوقع انه يوصلوا كاس العالم اعتقد انهم بيعملوا حاجه. طب برايك من المنتخب الاكثر جاهزيه واستعدادا لكاس العالم؟ استعد جيدا، لعب مباراه وديه وكان يعني ند قوي في تصفيات وعنده لاعبين مهاريين من كل المراكز. البرازيل بيفاجئ العالم بالبطوله هذه. البرازيل. افضل نسخه للبرازيل كانت عام كم؟ 86 او 82 تقريبا، ايام زيكو وسقراط. يا سلام عليك. كان افضل نسخه هذه كان يعني بالرغم انه انا اظن ما حققوش كاس العالم بهذيك الفتره. ما حققوش، بس كان عندهم منتخب جيد، اللهم كان معهم حارس ركيك. ولا المنتخب خط وسط كانوا رهيبين، كدفاعات كانوا رهيبين، وهجوم كانوا ممتازين. انما حالف الحظ المنتخب الايطالي وانتصر عليهم. طيب جميل جدا. في حال وصول كريستيانو وميسي الى نهائي كاس العالم تتمنى انه ياخذ كاس العالم؟ البرتغال. عشان الدون، شكلك تحب الدون يا حاج. انا مش احب الدون، اعتقد انه طبعا انا ايدك بهذا القرار، انا من عشاق الدون. المنتخب البرتغالي نعم متناسق اكثر، مستعد اكثر للبطوله واكثر جاهزيه شعور، صح؟ اعتقد هكذا. طيب اكثر من الارجنتين. طيب برايك من المنتخب العربي الاكثر جاهزيه؟ وانت عندك تونس، عندك المغرب، عندك قطر، عندك السعوديه. اعتقد المغرب بتقدم. المغرب. الدول العربيه. ليش قالت المغرب؟ المغرب عندهم لعيبه ممتازين. عنده لاعبين محترفين كلهم. بالضبط. انا اشكرك جزيل الشكر ابي حبيبي، على عيني وراسي. شكرا جزيلا لك. حياك الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ غسان عبد الرحمن. حياك الله يا كابتن غسان. الله يحييك يا كابتن. كابتن ايش رايك بمونديال قطر 2022؟ والله مونديال قطر مونديال جميل بيكون لانه بالدول العربية اول حاجة، وهذه اول مرة. اول مرة وبيشاركوا في برضه منتخبات عربية تملك. جميل جدا. والجمهور العربي كمان كله، كان بالفريق السعودية ولا فريق قطر ولا فريق تونس ولا كله يعني كانوا بالدول العربية كلها. طب جميل جدا. من منتخبك المفضل في كأس العالم؟ منتخبي المفضل في كأس العالم البرتغال صراحة. البرتغال. عشان الدون اكيد. اكيد الدون البرتغال، ولكن البرتغال فريق الصدق بنجوم. يا سلام. نجوم مكمل الصدق. كان من لاعبين مانشستر سيتي، من لاعبين مانشستر يونايتد، من جميع يا سلام عليك. طب ما تتوقع انه يكون الحصان الاسود في المونديال؟ افضل انا الحصان الاسود البرتغال، لانه ممكن يعني من اكثر منتخبك المفضل وكمان يكون الحصان الاسود غير البرتغال. انا شيء غير البرتغال. غير الحصان الاسود هو يجي، الحصان الاسود اللي يجي بتصفيات كاس العالم يجي ملحق، فيجي نهائي كاس العالم ويبدع صراحه. البرازيل كان اصلا ملحق قبل سنه 2002 يمكن لما اخذنا ملحق وشوف كاس العالم. كاس العالم ابدع. منتخب غير البرتغال. بلجيكا. ليش قال بلجيكا؟ بلجيكا حصان اسود الصد صراحه، في نجوم
هو كان بلجيكا ولا البرتغال، لانهم احس انهم بيلتقوا بالمجموعه الثانيه. بلجيكا والبرتغال، اذا البرتغال هزمت بلجيكا فهي بتكون الحصان الاسود، ولا بلجيكا فازت متوقعاتي ان بيلتقوا البرتغال وبلجيكا. يا سلام. طب في حال وصول ميسي وكريستيانو الى نهائي كاس العالم، من تتمنى منهم انه ياخذ كاس العالم؟ انا قلت لك انا من افضل ما مشجعين الدون صراحه. برضه ميسي قدم مسيره عظيمه يا اخي. مع احترامي له، بس عندي يا اخي ده راي خاص يعني، عندي الدون الصدمه مكسر ارقام خياليه صراحه. الدون. الدون. طب برايك من تشعر انه المنتخب العربي الاكثر جاهزيه في المونديال؟ المنتخب العربي الاكثر جاهزيه بصراحه شوف المغرب فريق ممتاز. سلام. فريق ممتاز والله، ولكن احس انه فريق قطر انا برشح فريق قطر يعني انه بيعمل هزه، لانه في منتخب انه المستضيف وبطولته والساعات جيده وكمان حتى الدوري حقهم الدوري المحلي ما شاء الله الدوري ممتاز، تطور كثير اكثر من عكس الدول العربيه يعني الدوري النادي فاهم لك. طب من تشعر انت انه المنتخب الاكثر جاهزيه في المونديال غير البرتغال غير المنتخب الاكثر جاهزيه؟ انه مستعد وجاهز معه اسماء قويه وممكن يعمل ضجه في كاس العالم ويوصل الى مستوى متقدم. البرازيل بصراحه فريق ضارب، بس يعني انا رشحت نهائي كاس العالم البرتغال والارجنتين. وشكرا يا صديقي. شكرا جزيلا لك يا صديقي. الله يعافيك. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Bust down, bust it.